بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم في مطبخ أم سمسم. تعالوا نعمل بقى ترمس الجميل ده، ترمس وحمص. طبعا ما فيش حد ما بيعرفش يعمله، بس في بنات كتير من بناتنا الصغيرين اللي لسه يعني طالعين يعني مش عارفين الطريقة. أنا حابة أقول لكم حاجة بسيطة، الفيديو بسيط خالص وخفيف. تعالوا نشوف هنعمل إيه. ده الحمص والترمس بتاعي. أنا غسلته كويس ونقعته بمية من بالليل لحد الصبح، نقعته حوالي 12 ساعة. ده شكله بعد ما اتنقع. طبعا ميته بتبقى شكلها زي ما انتم شايفين. انا هغسله بقى وانزل الميه الوحشه دي كلها منه، وهقول لك هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بعد ما ننضف تمام، هنا بقى طبعا هصفي بقى الميه، هنقصها شويه واحطه بقى على النار عشان يتسلق. كده انا حطيته فين؟ حطيته على النار. طبعا زي ما انتم شايفين. لو جديده معايا يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس. هنحطه على نار عاليه. طبعا اول ما بدا غليان هيعمل الريم اللي انت شايفاه ده. انت حوشي كل الريم اللي على الوش ده. طبعا باي كبشه عندك، باي مقصوصه، باي حاجه. شيلي الريم بقى باي حاجه اللي هو على الوش ده، اللي هو الوش اللي انت شايفاه ده. طبعا لو جديده معايا ومشكوره يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس. ده حمص وترمس، حمص وترمس. تمام كده. احنا بنحب نعمله كده مع بعضيه، بيبقى جميل وبيتعمل في العياد بقى والمياسم وفي اي وقت. احنا عندنا ما بيتمنعش عامه يعني. انا عندي على طول على طول موجود عندي، مش يعني انا بصراحه ما بنحبه جدا. طول ما احنا قاعدين كده بقى بناكل فيه نتسلى بدل اللب بقى. هو الترمس واللب والفسوداني والكلام ده هو جميل جدا. زي ما انتم شايفين هنا بقى. طبعا نسيبه بقى عشان يستلق معايا. خد على النار حوالي ساعه الا ربع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حاولي تهدي النار عليه، يعني ما تخليش النار عاليه قوي. ده الريم اهو اللي انا بقول لك عليه. اول ما يغلي بقى هدي النار بقى عليه، غطيه وهدي النار عليه. تمام. هتسيبيه بقى هو قاعد حوالي ربع ساعه زي ما انتم شايفين. بعد كده تعالي بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا ده هنا. طبعا هنا بعد ما اتسلق زي ما انتم شايفين اهو، الحبايه بقت مليانه كده، مفيش ولا حبايه في عايمه. في الوقت ده بقى انا هعمل ايه بقى؟ هاخده وعلى البوتاجاز على طول، اسفه، على تحت الحنفيه. هبرده بقى، هصفي الميه الصفرا اللي انت شايفاها دي كلها هصفيها. تمام كده. هصفي بقى كل الميه وهبرده. بعد ما ابرده بقى تعالي اقول لك بقى هنعمل ايه. طبعا هنا انا حطيته في الجردل اللي انا المفروض هحفظه فيه بعد ما برد خالص. دي ميه من الفلتر، ميه مفلتره عشان ما يبصش منك. حطي الملح بقى زي ما انت عايزه، حبه ملح قوي حبه دي. لا انا مش ما حطيتش الا 3 معالق ملح. 3 معالق ملح. وده نص كيلو من الحمص ونص كيلو من الترمس، وحطيت عليه 3 معالق من الملح. طبعا مع الميه كده. الميه دي حوالي لترين على 3 معالق من الملح. بس ده تمام كده. بس هو ده الترمس بتاعنا. هتسيبيه كده بالظبط ساعة وهتاكلي احلى ترمس. تمام. انا عارفة الفيديو بسيط، وده طبعا شكله ما شاء الله جميل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو جديدة معايا ووصلتي معايا لحد هنا مشكورة، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا اشكركم جدا يا حبايب قلبي. اترككم في رعاية الله وامن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.